ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنشوف كده شوية رفايع استخدمتها في الفترة اللي فاتت وكانت حلوة، وحاجات تانية على النقيض تماما كانت وحشة جدا ومنصحش اي حد بيها. فتعالوا نفصص الحاجات دي ونشوف فيها ايه. اول حاجة هنبدأ بيها لازم تكون موجودة في كل بيت، اللي هي المضرب اليدوي الويسكي يا جماعة. طبعا النوعين الموجودين اللي هي السيليكون بيكون بالشكل دوت، والتاني الستانلس. السيليكون ناس كتير هتقول ان هو حلو وكل حاجة، بس هو في مشكلة واحدة. اول حاجة عندي ان هو فصل زي ما انتوا شايفين كده. تاني حاجة بقى ان هو مجرد خبطتين كده لو بتقلبي عجين تقيل او حاجة، ده اللي بيحصل حرفيا، ده اللي بيحصل. بيتكسر بسهولة جدا جدا جدا، وعايز حاجة بسيطة قوي اللي هو لو هتعملي بيه بيضة شكرا كفاية. لكن مثلًا لو هتقلّبي عجينة حتى لو عجينة كيكة اللي هي خفيفة أصلًا مش هيجيب معاكِ برضه، فأنا يعتبر ما باستخدمهوش حاليًا. النوع التاني اللي هو الstainless جميل أوي، بس هو قد يبدو لكم إن هو كان كده، لكن هو في الحقيقة لأ، كان له يد واتكسرت. ولمّا اتكسرت بقت يعني حاجة بالنسبة لي حلوة جدًا، وبقى عملي أكتر، لإنه بقى خلّاني إن أنا أقدر إن أنا أتحكّم فيه كلّه، لإنه برضه كان في نفس المشكلة بتاعة السيليكون، وهو إنه كان برضه بيخلع وبيتفك، الإيد دي كانت برضه بتقعد كل شوية تطلع كده. فلمّا اتكسرت بصراحة ريحتني جدًا، جدًا، جدًا. فلو متوفّر عندِك إنِّك تجيبي حاجة زي كده من غير يد أو حاجة هيكون حلو أوي. عصارة الليمون يعني أنا مش عارفة هي عملوها ليه، مش عارفة أصلًا إحنا اشتريناها ليه أصلًا. هي مبدئيًا محتاجة إنِّك تضغطي جامد، برضه حتى لو ضغطتِ جامد مش هتعصر معاكِ الليمون حلو، يعني هي مش هتعصره، يعني هتطلّع لِك شوية مَيّة كده من على الوش وشكرًا على كده. فهي بصراحة اختراع فشل، يا ريت ما تجيبوهاش، أو لو في حاجة أفضل منها تمام. قشرة البطاطس دي جميلة جدًا وحلوة، وعملية طبعًا وبتفيدِك في حاجات كتير بصراحة، مش للبطاطس بس لكل حاجة، وأغلب الحاجات هتفيدِك فيها. بس خلّي بالِك إن الجزء ده بيتحرك، هي دي المشكلة فيها أو الرخامة فيها بس إن هو بيتحرك، فلو اتحرك زيادة مثلًا ممكن ما يقشرش معاكِ، يا إما هيشيل كمية كبيرة أوي من القشرة، مش هيشيل حاجة ضعيفة. دي بقى هرّاسة البطاطس، حلوة أوي، فكرتها كانت جميلة، إن هي بتتني كده، دي حاجة كانت لطيفة خالص فيها. بتتفتح، بتهرس الحتّة دي جامدة كده شوية، وخامتها كانت حلوة أوي. ال الحلو فيها إن هي كانت بتتني لجوّه، فتقدري إنِّك يعني تحطّيها في الدرج ما تاخدش معاكِ يعني علو كده، فاهمة؟ وممكن تستخدميها برضه صفاية لو في حاجة تانية تطلّعي بيها أو كده تبقى جميلة بصراحة. مدق البفتيك جميل وله وشّين. أنا بصراحة حتى الآن ما استخدمتوش في البفتيك، لأ أنا كان بيفيدني أكتر في تشكيلات البسكوت بصراحة، بس هو كحاجة فهو حلو بصراحة. له المكان دوّة زي علّيقة عشان لو حابة إنِّك تعلّقيه، بيسهّل عليكِ، بس هو جميل. معانا تاني اختراع فاشل، المضرب ده ضعيف جدًا، يكاد يكون إن هو ما بيعملش، يعني أنتِ لو قلّبتِ بالمعلقة تقريبًا هتكون أحسن بكتير منّه. ما تعرفيش بقى دوّة عيب في البطارية بقى والّا إيه، بس هو يعني مش لطيف، وكمان بيلِم حاجات كده غريبة. مش عارفة الجهاز بنفسه بينفع إنه يتغسل أو لأ، بس هو مش من أفضل الحاجات اللي ممكن تجيبيها وتستخدميها. دي بقى تحفة، دي هرّاسة التوم، فيها الوش ده أو الجزء دوّة. بتحطّي التوم في الجزء ده وتضغطي كده فيتهرس وينزل تحت. اللي تحت دوّة ده الصندوق أو درج كده بيطلع منه. بتاخدي بقى الحاجات اللي هي نزلت تحت، شكله كده وبيبقى لطيف أوي. في الجزء اللي هو اللي بيتقطّع بيه ده سهل إنِّك تشيليه وتفكيه عشان لو هتغسليه. كمان الجزء ده اللي هو ده الرصاصي ده برضه بيتشال، تقدري إنِّك تشيليه، بينضّف، بيطلّع معاه اللي في السنون كلّها عشان ما يبقاش صعب عليكِ إنِّك تنضّفي بعدين، وبتتغسل برضه. وفي وِش كمان تاني يعني غير المربعات الصغيّرة دي، في حاجات بالطول لو أنتِ حابة إنِّك تعملي حاجة تانية. أعتقد إنِّك تقدري تعملي فيه حاجات تانية غير التوم. هو متين، يعني هو جامد ومتين، فالشكلين دُولة حلوين. ندخل بقى على الفُرَش.
الفرش السيليكون دي بصي هي حلوة تقضي الغرض اللي هو لو هتدهني حاجة بسيطة وشكرا على كده، بس عمليا لأ، بتنكسر وبتلم حاجات غريبة كده جواها، زائد انك لو هتدهني بيها سمنة او حاجة السمنة نفسها بتمسك او بتجمد فيها، بيبقى صعب عليكي انك تنضفيها وبتفضل تتفك منك كده كل شوية طول ما انت بتعملي راحة جات تلاقيها اتفكت كده واتشالت، فهي مش افضل حاجة خالص انك تستخدميها في الحاجات. لو والايد دي نفسها الشفافة دي نفسها بتتكسر، يعني انت ممكن لو جمدتي عليها شوية تروح جاية مقطومة في ايدك. فانت لو عندك اللي هي التانية اللي هي زي كده زي السباتيولا دي تبقى سيليكون من الاول للاخر بتبقى افضل بكتير ومريحة اكتر. تضمني بقى ان هي لا هتتكسر ولا حاجة. كمان بتكون الاسباتيولا دي جميلة قوي وطرية كده وعملية خالص. ندخل بقى على اللي بعده وهي الولاعة، طبعا مفيش بيت هيستغنى عنها، النوع ده حلو جدا. هو بيضغط كده، احلى حاجة فيه ان هو مش هيعور اطفال، او ان هو مش بيطلع شرارة او بيطلع ولعة اللي هي ممكن لا قدر الله لو طفل بيلعب بيها يتأذي او حاجة. طبعا الولاعة مش لعبة، بس لو عندك طفل طبعا بيقعد يفتح بقى في الأدراج والحاجات دي فدي حلوة. الأرديف بتاع التقديم أو بتاع البيتزا والحاجات دي بصراحة هو وحش جدا، لو عندك إمكانية إنك تعمليه خشب أصلي هيبقى تمام. شايفين يعني هو بيلزق في حاجات كده. جربت مرة إن أنا أستخدم عليه سكينة مثلا أو حاجة لتقطيع خفيف خالص، اتبهدل حرفيا. شطفته بس بالمية راح جاي فاصل كده ويعني باين فيه خالص أثر المَيّة، شايفين يعني عامل حرف كده غريب، فهو لأ مش عملي خالص، خالص. لو عندِك إمكانية إنِّك تعمليه خشب اللي هو عند حد هيكون أفضل بكتير، يعني دي حرفيًا باظت أنا يعني ممكن أقصى حاجة إن أنا أستخدمها كديكور، دي برضه بتاعة البيتزا وبرضه اتبهدلت كده، وفكرة إنِّك أصلًا يعني مش هتغسليها دي حاجة مش عارفة، مش لطيفة، فكرة إن أنا أحط عليها أكل وبعد كده مش هاغسلها وهاحط عليها أكل تاني، فدي حاجة بصراحة مش لطيفة. دي مريالة المطبخ، هي بتكون عاملة زي هي خامتها كده بس هي waterproof آآ خفيفة كده، سهلة خالص إنِّك تلبسيها تحسّي إنِّك مش لابسة حاجة أصلًا، فاهمة؟ فجميلة خالص ومش بتسرّب بقى مَيّة ويعني أفضل من القماش طبعًا، وسعرها كان حلو جدًا، جدًا. أيام ما أنا كنت جايباها، ما أعرفش بقى حاليًا دلوقتي وصلت لكام، بس هي أيام ما كنت جايباها كان سعرها جميل وكانت عملية أوي وكانت مفيدة. بس كده، دوّة جزء كده من الرفايع، ولو حابين جزء تاني عرّفوني.